في عام 1936 كان العالم مختلفاً تماماً. حكمت إنجلترا دولاً عديدة، وكان كل من يرغب في وظيفة حكومية يرسل غالباً إلى أرض بعيدة للتدريب. هكذا تبدأ قصتنا مع ضابط إنجليزي شاب يدعى جون، أرسل إلى بلد ناء يدعى شيخ، وهو مكان بعيد البعد كله عن الحداثة أو التطور. عندما وصل جون استقبله سكان محليون يتحدثون لغته واصطحبوه إلى ضابطه الأعلى. لم يكن هنري الرجل المخضرم الذي قضى سنوات في شيخ مشجعاً للغاية. عندما أخبره جون أن والده خدم هناك ذات مرة وحلم بتعليم الناس، سخر هنري من الأمر. سترون أن هنري قال إن هؤلاء الناس مختلفون. سرعان ما عرف جون بزعيم القبيلة المحلي، وهو رجل ذو نفوذ كبير. لتكريم هذه المناسبة أقامت القبيلة حفل ترحيب كجزء من تقاليدها. قدم لجون مشروبا قدمته له شابة فاتنة، كانت تدعى سالا، وكانت تتمتع بجمال طبيعي لفت انتباه جيه كيه فوراً، على الرغم من أنه لم يكن يشرب. أدرك جون أن رفضه سينظر إليه على أنه عدم احترام، فقبله. انضمت سلمى إلى الاحتفالات تضحك وترقص مع أصدقائها. كانت طاقتها المرحة معدية، وعندما طلب السكان المحليون من جون أداء شيء ما، ألقى قصيدة مملة بتوتر. لم يعجب الحشد، ولكن عندما دعاه بالآي الرجل الذي حمله سابقاً للرقص، تلاشى كل شيء، وانضم جون إلى الحفل، مما جعل الجميع ينفجرون ضاحكين. لأول مرة شعر جون بارتباط بهؤلاء الأشخاص. في صباح اليوم التالي استيقظ جون وهو يشعر بالحرج من تصرفاته الغريبة في الليلة السابقة، لكن يومه تغير فجأة عندما قدم هنري سلمى مجددا، هذه المرة كشخص سيعلم جون اللغة المحلية. شرح هنري عادتهم، حيث كانت سلمى تعيش معه ليس فقط كمعلمة بل أيضا كرفيقة. صدم جون من هذا وقال: هذا ليس صحيحا، فأنا لا أعرفها حتى. احتج جون. طمأنه هنري قائلا: إنها عادتهم، وقد وافقت سلمى على ذلك. على الرغم من تردده وافق جون على السماح لسلمى بالبقاء، لكنه رفض بشدة أن يكون قريبا منها. غادر هنري محبطا، وشعرت سلمى بالإهانة من موقف جون. انزعج جون أيضا مع مرور الأيام. كافح جون للتكيف، فقد نشأ صراع على الحدود عندما دخل الجنود الصينيون المنطقة، ورد السكان المحليون بشراسة. وبسبب قلة خبرته كلف جون بلاي بالتعامل مع العواقب. عاد بلاي برأس قرد عوضا عن رأس إنسان، مما جعل جون موضع سخرية في المنزل. لم تكن الأمور أفضل حالا. لاحظ جون أنه لم يتقرب من سلمى، فافترضت أنه غير مهتم بالنساء، حتى إنه عرض ابن أخيه كرفيق. رفض جون الغاضب افتراضات الطاهي وطرد سالا. غضبت سالا وشعرت بالإهانة، فقررت المغادرة. حذر الطاهي جون من العواقب، فإذا عادت إلى المنزل سيعتقد الناس أنها غير مرغوب فيها وسيخجلونها. شرح جون ذلك مدركا خطأه. ركض جون خلف سالا قائلا: أنا آسف. قال: هكذا تسير الأمور في بلدي، أريد تصحيح هذا، من فضلك علمني اللغة مجددا. تأثرت سالا باعتذاره، ووافقت على العودة. ومنذ ذلك اليوم بدأت العلاقة تتطور، ليس كعلاقة مفروضة بالتقاليد، بل كشراكة حقيقية. في إحدى الأمسيات زار جون منزل هنريك والتقى زوجته، وسألته عرضا: كيف حالك؟ ارتبك جون في قاموسه. كان مصطلح قاموس النوم يستخدم لوصف نساء مثل سالا، اللواتي كن رفيقات ومعلمات لغات. بدت سالا غير منزعجة من العادة، إنها تقليد هنا. قالت: في تلك الليلة عاد جون وسلمى إلى المنزل، مع أنهما كانا يتشاركان الغرفة نفسها وينامان فيها في سريرين منفصلين. أصبحت علاقتهما الآن مبنية على الاحترام والتفاهم عوضا عن ضغوط التقاليد. سألت لا سيما جون ذات مرة: إذا لم تكن على علاقة حميمة مع أي شخص، فكيف ستعرف ماذا تفعل عندما تتزوج؟ ضحك جون وأجاب: ربما سآخذ بعض الدروس. سألها جون بدافع الفضول: لماذا اخترتني؟ ترددت سالا للحظة ثم ابتسمت: أنت مختلفة. قالت بهدوء: لست كالآخرين. في اليوم التالي عاد جون إلى القرية لتعليم أطفال المنطقة، وكان مصمما على إحداث فرق، لكن جهوده قوبلت بالتشكك. لم يرى الناقد جدوى دروسه. هل تعتقد أن تعليم هؤلاء الأطفال سيغير أي شيء؟ سأل بلاي وهو يهز رأسه. كان جون متشوقا لإثبات نفسه. غير الموضوع: سمعت أنت بطل حبس أنفاسك تحت الماء. ابتسم بلاي: هذا صحيح، لا أحد يستطيع التغلب علي. قرر جان تحديه. انتشر خبر المسابقة بسرعة، وسرعان ما عمت القرية بأكملها حماسا. قفز كلاهما في الماء. مرت دقائق وظهر بلاي أخيرا وهو لا يتنفس، لكن جون بقي تحت الماء. عندما خرج منتصرا انفجر الحشد في صدمة وذهول.
ما لم يعرفوه هو أن جون استخدم أسطوانة أكسجين، جهاز غير مألوف لهم. رأى القرويون غير المدركين للخدعة في جون شخص خارق. في المرة الأولى التي بدأوا فيها بأخذه على محمل الجد في المنزل، كانت سلمى تساعد جون على تعلم اللغة. استخدمت كتاباً للأطفال، بل وغنت تهويدة، أغنية بدت مألوفة لجون بشكل غريب. عندما كنت صغيراً كان والدي يغني لي، قالت جي إن مندهشة. رقت عينا سلمى، وفعل والدي الشيء نفسه. أجابت لكنه توفي عندما كنت في الرابعة من عمري. بينما كانت سلمى تعلم جي إن أسماء أجزاء الجسم، الرقبة وما إلى ذلك. أصبحت دروسهما أكثر شخصية ببطء. تحول قربهما إلى شيء آخر. في إحدى الأمسيات تلامسا، وتبع ذلك حميمية. ما بدأ كتقليد تطور الآن إلى شغف حقيقي. ازدادت علاقتهما قوة، وأصبحت الحميمية متكررة. ولكن في ليلة تلو الأخرى نهضت سلمى لتغادر، وقالت جي إن ابقيا معا في سريري. هزت سلمى رأسها. من التقاليد أن يبقى شخصان معا حتى شروق الشمس. هذا يعني أنهم مخطوبون، لا تريدين ذلك؟ لم يكن هنري يعرف ماذا يقول. في المساء التالي دعا هنري جون إلى منزله لتناول العشاء هناك. التقى جون بابنة هنري التي عادت إلى توها من إنجلترا بعد إكمال تعليمها، سيل، التي كانت فضولية بشأن العادات المحلية. ذكرت تقليداً غير عادي قرأت عنه خلال بحثها. عندما جاء ضابط جديد إلى هنا، تم إقرانه بفتاة لمساعدته على تعلم اللغة. قالت ضاحكة بخفة: من الغريب التفكير في الأمر الآن. ما لم تدركه هو أن هذا التقليد لا يزال حياً، وأن جي إن تعشه. رفض هنري فكرة تطور المشاعر في مثل هذه المواقف، إنها مجرد تقاليد. قال بحزم: لا مكان للمشاعر في هذا. لكن جون لم يوافقه الرأي. يمكن أن تحدث المشاعر. جادل وهو يفكر في سلمى. في وقت لاحق من تلك الليلة عاد جي إن إلى المنزل، وعانق سلمى بشدة. في اليوم التالي سألت سيل جون ليريها المكان من أجل بحثها. كانت توثق الثقافة، تلتقط صوراً للسكان المحليين، وتتعرف على حياتهم خلال جولتهم. التقت وجهاً لوجه مع سلمى. لم تخفي سلمى استياءها. طلبت منها التوقف. أخبرت جون لاحقاً. كان صوتها مشوباً بالغيرة، لكن جون لم يستطع مواجهة سيل. اتخذت الأمور منعطفاً قاتماً عندما عثر على جثث طافية في النهر القريب. انتشر مرض غامض وقاتل. عازم على التحقيق، جمع فريقاً يضم بالإنس وسالة قبل أن يغادر. زوجة أغنس هنري اقتربت منه. ابنتي سيل ذكية ومتعلمة. قالت له: ستكون سعيداً بها، يجب أن تتزوجها. انقطعت أخبار سلمى. لم يكن الله يعلم كيف يجيب. استمر في الضغط عليها. إذا لم توافق غادر. ستندم في تلك الليلة. تحدث جون مع سلمى: هل كان هناك آخرون؟ ضباط مثلي. قبل أن يسأل بحذر أومأت سلمى: نعم، هل عملوك هكذا؟ جون ضغطت سلمى، فأجابت غاضبة ومتألمة: أنت مثلهم تماما، لا شيء فيك مختلف. غرق قلب جانك، أليس كذلك؟ ما لدينا مميز؟ سأل يائسا طلبا للاطمئنان، لكن سلمى كانت مستاءة للغاية. أنا فقط أفعل ما يفترض بي فعله، هذا كل شيء. لكن سيسيل اكتشف الرسالة وواجهها، واعترفت بأن والديها بقيا معا خوفا لا سعادة. أخبرت جون أنها لا تريد أن تكون خياره الثاني، وحثته على الذهاب إلى سالة مفطورة القلب. لكنها فهمت أن جون وصل متأخرا إلى منزل سالة ليجدها قد رحلت. معتقدة أن جون لن يأتي، شعرت بالدمار. أخبرها صديق الشريف جيه كي أن سالة قتلت نيفيل، وأن هنري يطاردها الآن. لكن عندما وجد هنري سالة، أعطاها مسدسه عوضاً عن اعتقالها. رغم غضبه لم يستطع إيذاءها، فهي ابنته. عانقت سالة هنري. بعد أن كشفت أنها كانت تعلم دائماً حقيقة علاقتهما في الوطن، واجه هنري رد فعل عنيفاً من زوجته جي التي كانت غاضبة من أفعاله دون علم الجميع. كان نيفيل لا يزال على قيد الحياة، لكنه أصيب بجروح بالغة، فأمر جي الغاضب نيفيل بقتل كل من سلمى وجي إن. تعقبهما نيفيل وهاجمهما، وقيد جون وبدأ بمضايقة سالة. ثم وصل أفراد من القبيلة أنقذهم جون سابقاً، وقتلوا نيفيل وأنقذوا سالة وجون. أخبرت سلمى التي أصبحت الآن حرة جون أن البقاء معها يعني التخلي عن حياته القديمة والبقاء في الغابة. طمأنها جون بأنه لا يحتاج إلى أي شيء آخر طالما أنه مع عائلته وابنهما إلى جانبهما. وجد جون وسلمى أخيراً السعادة معاً، وينتهي الفيلم بثلاثتهم وهم يحتضنون حياتهم الجديدة. إذا أعجبكم الفيلم يرجى الإعجاب به. نراكم قريباً في فيلم آخر. شكراً لمشاهدتكم.